السلام عليكم متابعي وعشاق قناة كورافوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. تمكن المنتخب المغربي من كتابة التاريخ في كأس العالم التي أقيمت في قطر والانضمام إلى رباعي الكبار من المسابقة، محتلا المركز الرابع عن جدارة واستحقاق. وساهم تألق لاعبيه في المونديال إلى تسليط الضوء نحوهم من طرف أبرز الأندية العالمية، وبات نجوم المغرب محط أنظار ومطمع كبار أندية القارة العجوز. في فيديو اليوم سنتعرف على أقوى اهتمامات الأندية العالمية حول نجوم المغرب خلال الميركاتو الشتوي الحالي. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشرف حكيمي على رادار ريال مدريد. فجرت صحيفة 90 دقيقة مفاجأة مدوية بشأن الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، وقالت أن النادي الملكي مستعد لإعادة نجمه السابق إلى قلعة البرنابيو، كما يرحب اللاعب المغربي بدوره إلى العودة نحو النادي الذي تخرج من أكاديميته. وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن الدولي المغربي أشرف حكيمي سيسعد بالعودة إلى ريال مدريد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون مدافع باريس سان جيرمان الحالي مستعد حتى لخفض راتبه للانضمام إلى النادي الملكي. وسيواجه اللاعب بعض الصعوبات المتمثلة في عقده الساري مع نادي العاصمة الفرنسية حتى عام 2026، كما أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة النادي الفرنسي، ويصعب عليه التفريط فيه بهذه السهولة. يحيى عطية الله على رادار عدة أندية أوروبية. قدم نجم الوداد مستويات مميزة في كأس العالم التي أقيمت على الأراضي القطرية، وهذا ما لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية والخليجية. وذكرت صحيفة العربي الجديد أن اللاعب المغربي دخل دائرة حسابات أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية من فريقه الحالي الوداد الرياضي الذي يلعب معه منذ موسمين. وأشار نفس المصدر إلى أن جيرونا الإسباني وستراسبورغ الفرنسي وأحد الأندية الألمانية تسعى للتعاقد مع اللاعب بعدما اقتنعت بمستواه الكروي خلال النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم. بجانبهم، دخل فريق بشكتاش التركي دائرة المنافسة على ضم اللاعب، علما أن عقده مع فريقه الحالي ينتهي هذا الصيف. كيمو زياش على رادار ميلان واليونايتد. ضاع الساحر المغربي في أسوار النادي اللندني ولم يحظى بثقة المدربين، وأصبح حبيس دكة البدلاء في أغلب مباريات الفريق، وأمامه فرصة ثمينة لتغيير الأجواء في الميركاتو الشتوي الحالي في ظل رغبة نادي الميلان في الظفر بخدماته. عاد نادي الميلان لمحاولة إقناع مسؤولي تشيلسي بالتخلي عن اللاعب المغربي مقابل سعر يبلغ 15 مليون يورو فقط، لكن النادي الإنجليزي يريد مبلغ أعلى لبيع نجمه. وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى وجود رغبة ملحة من المدرب إريك تين هاغ في استعادة لاعبه السابق في أياكس لسد الفجوة بعد رحيل كريستيانو رونالدو. وسيبقى الصراع مشتعل بين نادي الميلان ومانشستر يونايتد من أجل حسم صفقة اللاعب المغربي في الشتاء الحالي. ياسين بونو على رادار بايرن ميونخ. كان حارس مرمى النادي الأندلسي ياسين بونو أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي طوال العرس العالمي. ووفقا للصحيفة فوة ميركاتو الإيطالية، فإن تألق الحارس المغربي جعله محط أنظار النادي بايرن ميونخ الألماني ورئيسه التنفيذي وحارسه الأسطوري أوليفير كان. وقالت مصادر صحفية أخرى أن نادي أستون فيلا الإنجليزي سينافس بقوة على ضم الحارس المغربي الذي تألق في بطولة كأس العالم الأخيرة وقاد المغرب لتحقيق المعجزة الكروية بالوصول للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية والعربية. سفيان أمراض على رادار ليفربول.
هو واحد من أفضل اللاعبين بكأس العالم التي أقيمت في قطر، وتواجد بالتشكيلة المثالية للبطولة التي توج بها المنتخب الأرجنتيني بالركلات الترجيحية. وذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن اللاعب على رادار عدة أندية أوروبية عملاقة كأتليتيكو مدريد وتوتنهام وبرشلونة وباريس سان جيرمان، إلا أن نادي الريدز هو الأقرب للحصول على خدماته، خاصة بعد العرض المغري الذي قدمه النادي اللندني يبلغ قيمته 30 مليون يورو. ويشار إلى أن عقد الدولي المغربي مع النادي الإيطالي يستمر حتى عام 2024. وتداولت جريدة هيسبريس خبر اهتمام نادي برشلونة بضم اللاعب المغربي، وقالت: نادي برشلونة مهتمة بخدمات سفيان أمرابط. وتابعت: إن إدارة برشلونة مهتمة جدياً بالتعاقد مع أمرابط، نظراً للمستوى المبهر الذي أظهره هذا اللاعب خلال مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. واختتمت: مسؤولي فريق برشلونة الإسباني رصدوا لهذه الصفقة مبلغ 40 مليون يورو. عز الدين أوناحي على رادار عدة أندية أوروبية. تألق أوناحي مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، وهو ما جذب انتباه العديد من الأندية لمتابعته قبل التحرك الرسمي للتعاقد معه في ميركاتو الشتاء الحالي. وأصبحت الكثير من الأندية الأوروبية تتسابق نحو التعاقد معه، حتى أصبح من الصعب تحديد النادي الذي سينتقل إليه اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، وسيكون على النادي الفرنسي الذي يلعب فيه اللاعب المغربي انتظار العرض الأكثر إغراءً لتسريح اللاعب. وذكرت صحيفة فوتبول لندن الشهيرة أن اللاعب المغربي الموهوب أصبح ضمن خطط نادي أرسنال للتعاقد معه في الشتاء الحالي، بينما قالت صحيفة سيمبري ميلان أن العملاق الإيطالي يمكن أن يتخذ خطوة للتعاقد مع نجم خط الوسط المغربي خلال سوق الميركاتو الشتوي. وقد تابع النادي الإيطالي بكتب: مهارات هذا اللاعب وأعجب بطريقة لعبه. وذكرت صحيفة فوت ميركاتو الإيطالية أن نادي برشلونة من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي. وأكد موقع 90 دقيقة الغني عن التعريف: بجانب برشلونة هناك العديد من الأندية تتسابق نحو التعاقد مع اللاعب، من بينها ليستر سيتي، إنتر ميلان وغيرها الكثير. إذا أعجبك الفيديو لقناة كورافوت لا تنسى أن تترك لنا تعليقا أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديدنا.